في سنة 2013 أنا والفريق بتاعي في الكلية اتأهلنا إن احنا ندخل مسابقة اسمها ميد ان ايجيبت. اليوم بتاع المسابقة جهزت فيه ونزلت عشان أروح أعمل برزنتيشن لمشروع التخرج. صحيت الصبح وجهزت كده وابتديت إن أنا أظبط المشروع. فكان طبعا بالنسبة لنا كمهندسين تيجي تظبط في البوردة تلاقي سلكة ضربت، فتظبط السلكة تلاقي كاباستور ضرب، وطبعا توتر جامد قبل تسليم المشروع. المهم رحت عشان اعمل برزنتيشن للمشروع قدام لجنة التحكيم في مسابقة ميد ان ايجيبت. ساعتها كان اول برزنتيشن ليا، كنت واثق من نفسي جدا، وايه يعني ان انا اطلع قدام ناس واتكلم عن المشروع بتاعي؟ اكيد دي حاجة سهلة، انا شفت ناس كتيرة بتطلع قدام ناس وبتتكلم والموضوع مش صعب، يعني مفيش اي مشكلة هتواجهني. المهم طلعت وابتديت اتكلم، وبمجرد ما ابتديت اتكلم لقيت ان الكلام كله طار من دماغي. ابتديت استرجع الكلام واتكلم، لقيت نفسي برتعش وصوتي بيوطى قوي. حاولت اعلي الصوت، مش عارف، حاسس ان انا قلقان جدا وخايف. ودي كانت اول مرة اعرف فيها اني خجلان من الكلام قدام الناس. من ساعتها وابتديت ان انا افكر في حلول ازاي ان انا اقدر اتكلم قدام الناس وما اخافش، وقررت ان احنا نتكلم على موضوع الخجل في الفيديو ده. فلو انت حابب انك تشوف فيديو عن موضوع الخجل، اتفرج على الفيديو ده للاخر، وما تنساش تعمل سبسكرايب على القناة عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي بنقدمها اللي هتساعدك في انك تطور من نفسك ومن شخصيتك. طيب تعالوا كده نبتدي الحلقة النهاردة. عايزكم تركزوا معايا قوي. اول حاجة انا عملت ايه عشان اتخلص من الخجل اللي عندي؟ اول حاجة ابتديت افهم المشكلة فين. يعني دايما في اي حاجة بقابلها بحاول انا اعمل ديسكفري، حاول افهم الدنيا عشان اقدر اوصل للحل. بنبتدي بالمشكلة. وفي الحقيقة لقيت ان المشكلة مش عندي انا بس، مش انا بس الوحيد اللي خجلان، ناس كتيرة بتخجل. بس مش هي دي النقطة المهمة. النقطة المهمة اني اكتشفت ان الناس بتركز في حاجات كتيرة، مش بتركز معانا. يمكن في البرزنتيشن الناس كانت مركزة فعلا معايا، بس لما جيت فكرت فيها اكتشفت ان هو هيركز معايا لمدة دقيقتين، 10 دقايق، تلت ساعة، اللي هو الوقت بتاع البرزنتيشن. وبعد كده هيركز في البرزنتيشن اللي بعديها، وبعد كده هيروح وهيبقى يعني ده لو راجل متجوز هيبقى في عنده العيال، ولو واحد مش متجوز هيبقى عنده اصحابه الخروج، وهيتنسي الموضوع، ومش هيبقى حاجة significant في حياة الشخص دوت اللي انا وقفت اعمل معاه برزنتيشن. فالناس عندها في حياتها حاجات كتيرة جدا. اكتر حاجة الناس مشغولة فيها مش انت، اكتر حاجة الناس مشغولة فيها هي نفسهم. يعني كل واحد بيفكر في نفسه اكتر حاجة، مش بيفكر فيك. باللوجيك كده، يعني لو كل الناس بتفكر فيك يبقى انت محور الكون، ودي حاجة تبقى جميلة جدا. لكن انت مش محور الكون، فكل الناس مش بتفكر فيك للأسف. لكن انت الوحيد اللي بتفكر في نفسك. طيب دي اول حاجة اكتشفتها. الحقيقة بعد ما اكتشفت الاكتشاف ده ابتديت ان انا اواجه الامور بطريقة مختلفة. ابتديت ان انا احط نفسي في مواقف كتيرة عشان الخجل اللي عندي يقل. فلما كان بيبقى فيه مسابقات كنت بدخلها زي الهاكاثونز مثلا، مسابقات اللي هي بتاعت المهندسين اللي بيعملوا روبوتس وحاجات كده. فكنت بحب قوي ادخل الحاجات دي واشارك. كنت بحب قوي ان انا اقول رايي. ولما ابتديت اشارك وابتديت احب اقول رايي، لقيت ان انا في حاجات كده مش عارف اشارك، انا مش عندي حاجه اقولها. فحطيت ايدي على المشكله دي، ولقيت ان المشكله دي ليها حل، وهو القرايه. فابتديت اقرا فابتديت يبقى عندي معلومات. فلما يبقى عندي معلومات ابتديت لما يكون في حاجه، في مثلا حوار، في نقاش، في ليكتشر، ارفع ايدي وابتدي اقول رايي، او ابتدي اسال سؤال وابتدي اقول رايي. واستغليت حته اللي انا مش عارف حاجه معينه. يعني اوقات ببقى في مكان وفي حاجه انا مش عارفها، فاستغليت حته ان انا اسال الشخص اللي قدامي على الحاجه دي. ولقيت فعلا ان موضوع ان انا اسال الناس على اسئله ده مش يعني على عكس الناس الخجوله بتفكر فيه، اللي هم هيبان ان هم ازاي انت مش عارف. يعني مفيش حد في حياتي سالت سؤال وقال لي انت ازاي مش عارف المعلومه دي. يعني دي ما بتحصلش. يعني حتى انت بص كده، ركز فيها، شوف كده، ادخل مكان مسابقه مثلا، محاضره، اي حاجه، شوف الناس اللي بترفع ايديها انا عندي سؤال في الحته دي، انا مش فاهمها، ممكن تعيد تاني.
انت ازاي مش عارف المعلومه دي؟ لا، ما بتحصلش. يعني هو اللي بيحصل، اوكي انا مبسوط ان انت سالت السؤال دوت، ومبسوط ان في تفاعل على المحاضره اللي انا بديها، وانا هجاوبك على سؤالك. فبجد الاسئله من الحاجات اللي مهمه جدا. لما نفهم صح ايه اللي بيحصل لما نسال سؤال، ده هيساعدنا ان احنا نسال اسئله اكتر. حاجة تانية، ان الشخص اللي بيتسأل اسئلة بيحس ان هو شخص مهم. يعني تخيل كده انك واقف بتدي محاضرة وطلبة بترفع ايديها وبتسألك، فهتحس ان الناس انتراكتيف معاك وان الناس مركزة. وحتى لو حد سألك قالك طب انا مش فاهم الحتة دي، ممكن تشرحها تاني، برضو هتحس الشخص دوت كوميتد ان هو يعرف الاجابة، وان هو مركز فعلا معاك، وان هو عايز يعرف اكتر، وان هو فعلا سامعك. فبالحاجات دي ابتديت ان انا ثقتي بنفسي تزيد، بالقرايه، بان انا اسال الناس، وبان انا احط نفسي في مواقف كتيره. بمناسبه القرايه، انا دلوقتي بقرا كتاب اسمه اتوميك هابتس. الكتاب ده رائع جدا. لو هنطبقه في حته الخجل، هن هقول لكم كده ملخص يعني سريع عن الكتاب او الفكره العامه. الكتاب بيتكلم على ان انت لو عايز تغير نفسك، بتغير نفسك على 3 مراحل او 3 areas. اول اريا بتغير البيهيفيرز بتاعتك. يعني مثلا انا عايز اخس، فانا هروح الجيم، فانت كده بتغير الاكشنز. في تغيير اعمق من كده، وهو تغيير الهابتس، اللي هو انا مش هروح الجيم مره ومثلا هقعد شهرين 3 ما اروحش، لكن انا هحط عاده ان انا بروح الجيم مرتين في الاسبوع او 3 مرات في الاسبوع مثلا. فدي كده تاني ليفل من التغيير، تغيير الهابتس. تالت ليفل من التغيير هو تغيير المعتقد، ان انت بتقول لنفسك او انت بتايدنتيفاي يور سيلف كايه. يعني انا واحد مثلا رياضي، انا واحد تخين، انا واحد رفيع، انا واحد كسول، انا واحد يعني انت بتعرف نفسك ازاي. انا واحد مثلا هيلثي. الطريقه اللي بنعرف بيها نفسنا هي اللي بنعيش بيها. يعني لو قلت لنفسي انا واحد عادي، يعني مش هيلثي مثلا، فمش هاكل اكل هيلثي، مش هلعب رياضه، مش ههتم اصلا بالحاجات دي خالص. لكن لو قلت لنفسي ان انا شخص هيلثي، فكده انا هبتدي اعمل الحاجات اللي الاشخاص الهيلثي بيعملوها، وهلاقي نفسي مصدق في ده وقادر ان انا اتغير لده. برضو نفس الحاجه لو طبقنا الموضوع دوت في الخجل. لو انا عرفت نفسي ان انا شخص خجلان، شخص خجول، دي الحاجه اللي انا هعيشها. هلاقي نفسي من الصعب جدا ان انا اطلع قدام كاميرا مثلا واتكلم. هلاقي نفسي من الصعب جدا ان انا ارفع ايدي في مكان واقول رايي. هلاقي نفسي بتجنب اي مواقف تدخلني في حته ان انا ابقى شخص مش خجول، لان انا بعرف نفسي ان انا شخص خجول. ودي حاجه طبعا من الحاجات اللي يعني لو انت اتفرجت على الفيديو ده واتفرجت على فيديوهات كتيره جدا وحاولت انك تتغير، مش هتتغير غير لو غيرت الايدنتيتي، غيرت انت بتعرف نفسك ازاي. في النهاية اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من القصة اللي انا قلتها عن نفسي، وازاي ابتديت ان انا ادخل في مواقف تخليني اتدرب على ان انا ابقى واثق في نفسي، وازاي ان انا ابتديت ان انا استغل حتة ان انا اسأل الناس اسئلة. ازاي الحاجات دي كلها غيرتني من شخص كان واقف قدام ستيج مش عارف يتكلم، الى شخص ناجح وقادر ان هو يتكلم قدام اي عدد من الناس بدون ما يحس الخجل. اتمنى انتوا كمان تطبقوا الحاجات دي. افتكروا ان دي رحلة، مش هتتغيروا في ساعة ولا في فيديو ولا في يوم ولا في سنة حتى. الموضوع بياخد وقت كتير، بس الرحلة دي لازم تمشوها، لازم تبتدوا تمشوا فيها عشان توصلوا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك على القناة. الناس اللي مش بتشترك اشتركوا، مينفعش كده. اشوفكم الفيديو الجاي.